منه اي شيء خارج. معانا كابتن طلعت يوسف. مساء الخير يا كابتن طلعت. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك يا حبيبي. ازي انا حضرتك؟ بس صوتك بعيد عني شويه، واطي شويه، فمش قادر اسمعك كويس. كابتن طلعت مساء الخير، كله تمام كده؟ كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. حضرتك بورسعيد ولا في مصر اجازه؟ انا من ساعه ما الدوري خلص والله قاعد في القاهره، ما نزلتش اسكندريه، بس دلوقتي انا حاليا في طريقي الى اسكندريه ان شاء الله. كابتن طلعت، اقاويل كثيره منتخب مصر، يعني اكيد بيبقى طموح اي مدرب بيبقى منتخب مصر. كابتن طلعت مفيش كلام، مفيش كلام، يعني منتخب مصر ده يعني مكان اي مدرب مصري يسعد جدا بان هو يتولاها، وشرف، ويعني حاجه صعب ان انت توصفها، ومسؤوليه ومكانه هتشتغل فيها بحب وبانتماء، يعني حاجات كثيره جدا. المكان ده بيمثل حاجات كثيره جدا لاي مدرب مصري. ولكن ايه اللي هيحصل بقى؟ ولكن انا نازل اسكندريه دلوقتي. ولكن اعتذرت عن المنتخب يا كابتن طلعت، ولا قلت الكابتن سمير يتكلم مع الاستاذ كامل ابو علي؟ يعني ايه الاخبار؟ بص يا كابتن حازم، القصه وباختصار شديد. يعني انا اعلنت من اكثر من شهر ونص وانا في اتحاد الشرطه ان انا الموسم ده هو الاخير ليا لاسباب كثيره، يعني احنا مش في مجال لاننا نخوض فيها دلوقتي. لكن انا اعلنت واكتفيت وقلت انه 3 مواسم في اتحاد الشرطه كافيه جدا جدا. بعد هذا الاعلان بفتره قصيره حصل اتصال من اتحاد الكوره بي في الفتره اللي هي تلت استقاله كابتن حسن شحاته. تمام. حصل اتصال وسئلت انت محطتك الجايه فين؟ هتكمل مش هتكمل في الشرطه؟ وقلت اللي انا بقوله ده هو ان انا مش مكمل. وطيب كابتن انت الاقرب لتولي المسؤوليه خلفا للكابتن حسن شحاته. فيعني العرض اتعرض بشكل انا ما حسيتش بالجديه فيه، ولكن هو عرض ما فيش شك مجرد ان احد اعضاء مجلس الاداره ولا احد الوسطاء مثلا يا كابتن؟ لا كابتن سمير زاهر. كابتن سمير زاهر بنفسه. تمام. بس يا كابتن سمير يعني كابتن طلعت، لو كابتن سمير بنفسه يبقى اكيد العرض جدي، ده رئيس الاتحاد يعني، ولا ايه؟ مفيش كلام، لكن القرار ما اتخذش، يعني هو مجرد طرح. تمام. يعني زي ما كان الفضائيات بتعمل فوتنج على وكلام كده، يعني ما فيش قرار رسمي، او ما فيش، انت ما بتتفاوضش معايا عشان اتولى المسؤوليه، انت بتطرح عليا فكره. تمام. فانا رحبت بالفكره وانتهينا، واغلق هذا الموضوع لمده اكثر من شهر ونص لحد النهارده. تمام. خلال الشهر ونص دول انا حصل مفاوضات مع اكثر من مكان، وكان النادي المصري احد هذه الاماكن. تمام. يعني لما استشعرت الجديه والطموح والرغبه جوه النادي المصري من خلال مجلس ادارته ومستر كامل، طلبت، يعني كان ليا طلبات محدده، جزء خاص بيا وبالجهاز وجزء خاص باللاعبين، واستجيب لمعظمها حتى هذه اللحظه، وبالتالي يعني قعدنا واتفقنا ووقعت عقد من حوالي 4 ايام. طب كابتن ما قلتلهمش مثلا في حاله لو رحت منتخب مصر ان انا اتعرض عليا ممكن يعني، ولا الكلام ده ما جاش خالص في حضرتك مع كابتن الاستاذ كامل ابو علي؟ يعني او يعني ما جاش في دماغي ان انا احط البند ده خالص يعني. لانه الموضوع انا وبعدين بنجاده جه، يعني خلاص مصر كلها عارفه ان بنجاده جه. فالموضوع ما حاولتش ان انا اتطرق للنقطه دي، يعني ولا من قريب ولا من بعيد. ما تحبش تشتغل مع حد اجنبي؟ ابتدى يبقى في اتصال تاني، والاتصال كان يعني في طرح مكانه، يعني اعتقد ان انا سمعتك بتقولها دلوقتي وهي غير وارده على الاطلاق ومرفوضه تماما شكلا وموضوعا، حته المدرب العام. يعني انا غير وارد ان انا افكر فيها، حتى لو واحد جامد يا استاذ طلعت، حتى لو مثلا مارتشيلو ليبي جه مصر، مثلا لو زيكو جه مصر، حتى برضه حضرتك ترفض؟ تمام. طيب التليفون قطع، معلش نحاول تاني مع الكابتن طلعت، ويمكن على طريق سفر. يمكن كابتن طلعت طبعا من المدربين، على فكره انك توصل للمرحله ان انت توصل لمدرب منتخب مصر وانت ما لعبتش في الزمالك ولا الاهلي، طبعا دي حاجه للاسف يعني، ولكن ده اللي بيحصل، يعني دايما اللعيبه النجوم هم اللي بيبقوا دايما الاقرب الى المناصب في المنتخبات والتدريب في المنتخب. فان الراجل ده يطلع من نادي الاتحاد وبعدين يروح الشرطه ويروح الجيش ويوصل لهذه المرحله ان يبقى مرشح بقوه، فده طبعا اكيد نتيجه جهد وعرق كابتن طلعت يوسف، وهو معايا على الخط تاني. مساء الخير يا كابتن طلعت، معلش مساء الخير. حضرتك في الصحراوي شكلك.
فلما طرح الموضوع تاني اتطرح في اطار انه يعني احنا عايزينك مدرب عام طيب انا بسال كنت حضرتك سؤال قبل ما الخط يقطع، يعني لو جه مثلا مارتشيلو ليبي او جه زيكو زي ما يقال، حضرتك تبقى مع الناس دي مثلا ولا برضه نفس القرار؟ يعني ما في شك انه الاسم يفرق، لكن اكيد هفكر. يعني الاسم والمكانه وخبره الراجل اللي جاي ده تفرق. هيدي ايه للمكان وانا ممكن اخد منه ايه؟ صح. يعني ممكن يعني هتبقى المساله محتاجه الى تقييم واعاده تفكير. لكن الطرح بالشكل اللي انا قلته لك في البدايه طبعا كان مرفوض تماما يعني. كابتن طلعت، طلباتك ايه في المصري يا كابتن طلعت؟ اتفضل. طلباتك في المصري، يعني في لعيبه حضرتك عايز تستخدمها من الشرطه، حضرتك شايف المصري كويس كده ولا محتاج بعض التدعيم نوعا ما؟ لا اكيد في يعني حوالي 5 لاعبين. يعني انا حاطط اولويات وبس، يعني اسمح لي ما نتعرضش الاسماء دلوقتي. انما يعني محطوطين شكل من حيث الشكل ومحطوطه بدايل لهم. واتصور ان احنا او النادي المصري بدا يبقى في شغل في هذا الاتجاه. يعني لو المجموعه دي جت شكل فرقه النادي المصري في الموسم الجاي ممكن يختلف، طموحاته قد تختلف. طب وهو الاسامي دي كلها استاذ كمال أبو علي وافق عليها وقادر ان هو هيتقبل ويتفاوض معاهم يعني؟ بص مستر كامل، يعني للامانه من الحاجات اللي خلتني يعني اخد قرار في التعاقد هو انه قال لي حاجتين. قال لي انت فري هاند في كل شيء فيما يخص التعاقدات وفيما يخص استغناءات. في جزء مهم جدا نحتاج لهيكله فرقه الكوره على المستوى الاداري وكيفيه ادارتها. كلمته فيها لان انا شايف سلبيات في اسلوب اداره الامور داخل فرقه الكوره. في حاجات كثيره جدا، فهو الراجل يعني اداني حريه التصرف بشكل يعني مريح الى ابعد حد. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طلعت يوسف، وناخد الاستاذ كامل ابو علي. مساء الخير يا استاذ كامل. مساء الخير يا كابتن، ازي صح؟ ازي حضرتك في المغرب ولا في مصر؟ لا انا في المغرب. طيب اجازه سعيده يا استاذ كامل وربنا معاك. لا والله مش اجازه، انا بنفتح مشروع الحمد لله. فتحنا الاسبوع اللي فات مشروع، يعني انا واحد من الناس فخور جدا. فتحت مشروعات كثيره لكن ده بالذات يعني كان له طعم تاني، حاجه جميله قوي قوي، انا مبسوط منها قوي قوي يعني. ده حاجه سياحيه في المغرب يعني؟ حاجه سياحيه كبيره جدا الحمد لله. وجانا مجموعه من الوزراء وجلاله الملك ان شاء الله هيكون هنا ما شاء الله. طار زياره لمراكش، هيزور المكان لان فعلا حاجه يعني تشرف، حاجه حلوه قوي بصراحه. ان شاء الله. ونتمنى طبعا تعمل برضه في مصر زي ما حضرتك بتعمل اكيد في اكيد طبعا شرم الشيخ والغردقه طبعا تعمل حاجات ثانيه باذن الله اكيد. طيب حضرتك سمعت طبعا كلام كابتن طلعت يوسف واشادته بحضرتك ومدى يعني المساعده اللي انت عايز تعملها وتطلع النادي المصري الى يبقى في الاربعه الاوائل او ياخد الدوري. يمكن في كمان احاديث حضرتك تقول ان المصري هياخد الدوري الموسم القادم. يعني هو كابتن طلعت حتى معانا على الخط، تقول له ايه دلوقتي يا استاذ كامل؟ انا بقول له انه راجل فعلا يعني محترم جدا 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 يعني بصراحه. يعني كابتن طلعت من ساعه ما ادى كلمته النادي المصري وهو جات له عروض منتخب واغراءات. يعني طبعا المنتخب مش حاجه بسيطه، حاجه كبيره جدا يعني. لكن تمسكه بكلمته، تمسكه بان هو اداني فعلا القرار ان انا اقول او لا. فطبعا انا بالنسبه لي يعني مش ممكن انسى له هذا الموقف. وبشكره جدا باسم جماهير النادي المصري ولاعيبه النادي المصري. اللعيبه اللي هو قال ان هو عايزها يا استاذ كامل هتقدر ان شاء الله تجيبهم المصري، ولا في لعيبه صعبه شويه، في لعيبه عايزه فلوس كتير؟ يعني شايف المواضيع صعبه ولا سهله نوعا ما؟ لا هو لحد الان الكابتن طلعت هو اللي مفرمل الدنيا شويه، لكن انا فاتح له كل حاجه. لا والله العظيم انا فاتح له كل حاجه. يعني هو بقول له لبن العصفور هجيبه لك. بس انت اشهر يا كابتن. هو يعني راجل امين جدا، حريص جدا، وبيختار بعنايه شديده جدا. وان شاء الله يعني هنشوف موسم يعني مثالي ان شاء الله لاداره النادي المصري. وزي ما بقول برضه انا واحد من الناس اتعلمت السنه اللي فاتت والسنه دي في السنتين اللي قعدتهم حاجات كتيره جدا. اكيد طبعا يعني ان شاء الله هنعمل يعني دويتو مع بعض قوي جدا جدا. احنا مجلس اداره وانا اولهم هكون خلف الكابتن طلعت جميع طلباته. وان شاء الله الكابتن طلعت بفكره وفكره الاداري المحترم وفكره الفني
هنقدر نعمل حاجه كبيره جدا للنادي بتاعنا ان شاء الله. خلي حضرتك معايا يا استاذ كامل، بس اخد كابتن طلعت اخر مداخله معايا. كابتن طلعت، كلام اي مدرب يتمناه من رئيس نادي، يقول له اللي انت عايزه انا هعمله لك. يمكن كنا بنتكلم لسه في اول فتره على نادي الزمالك ان كابتن حسن عايز طلبات كتيره ماديه لعيبه، ودي مشكله، لكن حضرتك المشكله دي محلوله بالنسبه لاستاذ كامل. معايا كابتن طلعت؟ طيب قطع الكابتن طلعت. خليك معانا استاذ كامل ابو علي. طيب